هنتكلم عن الدور اللي ماشي مع الأطفال كلها الأيام دي واحنا مش عارفين سببه ايه. هنتكلم عن الدور كله بسلطاته ببغنوجه بكل حاجة تخص الدور، وازاي نقي نفسنا وأطفالنا من هذا الدور المنتشر الأيام دي. طبعا احنا زي ما احنا عارفين مع بداية دخول فصل الشتاء وتغير المناخ حوالينا بتكثر وتنتشر العدوى الفيروسية. طيب الفيروس اللي منتشر الأيام دي هل هو نوع معين مثلا من الفيروسات زي الناس ما بتسميه متحور من متحورات كورونا اللي هو اسمه الجديد XEC، ولا هو مثلا انفلونزا موسمية عادية، ولا هو فيروس المخلاوي اللي هو الريسبيراتور سينسيشيال أو RS فيروس؟ هو ايه بالظبط؟ نصيحة مني ما تشغلوش بالكم هو ايه بالظبط، ناخد الأمور على عاتقها كده وناخد بالأسباب وندور على طرق الوقاية والعلاج من أي عدوى فيروسية بصفة عامة، سواء الفيروس ده كورونا سواء أي حاجة تانية من الأمراض أو الفيروسات اللي بتصيب الأطفال. فإحنا هنتعامل معاه كأنه عدوى فيروسية، وبيكون طرق الوقاية والعلاج تقريبا كلها واحدة. مبدئيا كده أعراضه إيه الفيروس المنتشر اليومين دول؟ بيجي بأعراض زي نزلات البرد المتعارف عليها، سخونية قد تكون متوسطة أو بسيطة، كحة، سعال، رشح، تكسير في الجسم والعظم، وممكن بعض الأطفال بتشتكي من صداع وبعض الأطفال ممكن يشتكي من ترجيع شوية، ولكن هو في الأول وفي الآخر أعراضه مشابهة لنزلات البرد المتعارف عليها اللي كلنا عارفينها. بصفة عامة التعامل مع الفيروسات بيكون له طرق علاج وطرق وقاية علشان نزود بيها مناعتنا ونقدر نقاوم هذا الفيروس اللي موجود في جسمنا. بالنسبة لطرق العلاج، الناس بتروح تجري على الصيدلية وتاخد حاجة اسمها حقنة البرد، او اسمها احنا بقى بنسميها كدكاترة حقنة الموت، لان في بعض الاشخاص عندهم حساسية من المضادات الحيوية، لان زي ما احنا عارفين الحقنة دي بيكون داخل في تكوينها او في تركيبها الخلطة اللي بتتعمل دي عبارة عن مضاد حيوي، عبارة عن مسكن، عبارة عن كورتيزون. التلاتة بيتخلطوا مع بعض يدينا كوكتيل كده الناس بتروح تاخده وبتفرح بيه، لانها فعلا بتخففهم بتحسسهم بضياع الاعراض اللي موجودة عندهم. ولكن في الحقيقة الحقنة دي قد تسبب الوفاة والشخص واقف كده بياخد الحقنة. ليه؟ لان قد يكون عنده حساسية من المضاد الحيوي اللي موجود في الحقنة واحنا ما عملناش اختبار حساسية، وزي ما شفنا قبل كده اطفال كتير ماتت من المضادات الحيوية، حتى بعضهم كمان كان عامل اختبار حساسية. يعني الموضوع مش موضوع لعب ولا موضوع سهل، ما ينفعش ناخد ابدا الحقنة بتاعة البرد دي. وكمان الخطورة التانية بتاعتها ان الشخص مجرد ما بيحس ان هو ارتاح فبيكررها على طول، كل ما بيجي له دور برد يجري على الصيدلية يقول له اديني حقنة البرد اللي انا خدتها قبل كده. هنا الخطورة في التكرار وكمان في الحساسية اللي قد تنتج من احد المكونات اللي موجودة في الحقنة وتسبب لا قدر الله الوفاة. فاحنا نبعد تماما وخاصة الاطفال وخاصة كبار السن عن اخذ الحقنة دي. طب امال هنعمل ايه؟ هنتعامل ازاي مع الاعراض اللي معانا او مع دور البرد او الدور اللي منتشر دوت؟ هنتعامل معاه ازاي؟ اولا رقم واحد في العلاج ان احنا نرتاح. يعني ما ينفعش مثلا طفل يكون عنده الدور ده ونلاقيه نازل يا حرام المدرسة في عز التلج الصبح، او نلاقيه بيجري ويتنطط في الشارع، او نلاقيه مثلا نازل في ايد مامته وهي رايحة الشغل واخداه معاها. نحاول بقدر الامكان، انا عارفة ومقدرة ان بعض الامهات موظفات وبيشتغلوا، ولكن بقدر الامكان نحاول نسيبه في البيت مع اي حد موجود في البيت يكون ثقة. رقم 2 في العلاج هي شرب المشروبات الدافية على قد ما نقدر بقدر الامكان. الطفل مش بيعرف زي الكبير يكح ويطلع البلغم التقيل السميك اللي مالي صدره، بيحتاج لحاجة تساعده ان البلغم ده يدوب بالتالي يطلع معاه بسهولة يقدر يتخلص منه. من ضمن اهم الحاجات اللي اثبتت فعاليتها بصفة كبيرة جدا هي المشروبات الدافية، وخاصة الحاجات بقى اللي بتزود المناعة شوية يبقى مشروب دافي ومنه يزود المناعة، اهمها طبعا الليمون الدافي. ونصيحة بالنسبة لليمون، بلاش نغلي الليمون مع المية لان فيتامين سي اللي موجود في الليمون بيتكسر بالغليان او تعرض لدرجات حرارة عالية، فبلاش نغليه مع المية. الافضل ان احنا نغلي المية ونسيبها لحد ما تهدى كده تبقى دافية ونعصر عليها الليمون. وكمان نحليه بعسل النحل، بلاش السكر الابيض، لان السكر الابيض زي ما احنا عارفين بيزود نسبة السكر في الدم
وله مشاكل كمان تانية كتير. تالت نقطة في العلاج ان احنا بنعالج بقى الاعراض اللي موجودة عند الطفل. الطفل عنده سخونية بنديله خافض حرارة، وطبعا المجموعة الاكتر امانا اللي احنا بنديها واحنا مطمنين هي مجموعة الباراسيتامول ومشتقاتها بقى البرامول والستال والابيمول والباراسيتامول. الحاجات دي كلها امنة على الطفل، ولكن برضو في الحدود المسموح بيها، يعني ما نزودش الجرعة عن اكتر من 4 مرات في اليوم، او كل اللي هي بمعدل يعني كل 6 ساعات. وكمان ما بين مرات الدواء لو الطفل سخن ممكن نعمل له كمادات. طيب الطفل عنده مثلا احتقان ورشح ومزكم ومناخيره مسدودة خالص مش عارف يتنفس، نعمل ايه؟ نستعمل قطرات محلول الملح اللي بنديها للأطفال في حدود برضو محدودة لمدة ما تزيدش عن 5 أيام، لأن كتر استعمال القطرات دي بيأثر على الشعيرات الدموية والأوعية الدموية اللي موجودة في الأنف، بيعمل لها انقباض شديد، بيعمل مشاكل جامدة في الأنف لو استعملناها لفترة أكتر من 5 أيام. فالقطرات دي أقصى مدة ليها 5 أيام، ولو عرفنا نوقفها قبل كده نوقفها. أي بقى أعراض من الأعراض التانية، مثلا لو عنده قيء بنحاول برضو ندي مضادات للقيء اللي مسموح بيها للأطفال. أي أعراض تانية بنحاول نعالجها. الطريقة التانية في العلاج أو النقطة التانية إن احنا بنحاول نزود أو نرفع مناعة الطفل ده بقدر الإمكان علشان فترة التعب بتاعته ما تطولش، ويقاوم الفيروس أو العدوى اللي داخلاله دي في أقصر فترة ممكنة علشان ما يطولش فترة التعب ويبقى جسمه مرهق، ويدخل بعد كده ممكن ان هو يبقى عنده فقدان في الشهية، يرفض الأكل، يدخل بقى يحتاج ان هو يركب محاليل ويتحجز في مستشفى والكلام ده. احنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي، عايزين الطفل يخف في أقرب فترة. نعمل ايه علشان نزود مناعة الطفل؟ اولا انت كأم تكوني حريصة على تغذية الطفل، تركزي له على الأكلات اللي بترفع المناعة، وأهمها الخضروات والفواكه الطازجة، العصائر الفريش اللي معمولة في البيت، الحاجات الغنية بالبروبيوتيك اللي اتكلمنا عنها قبل كده. والبروبيوتيك هو مادة بتتغذى عليها البكتيريا النافعة، وبالتالي احنا بنحسن او بنزود البكتيريا النافعة في جسمنا. اهم الاكلات الغنية بالبروبيوتيك هو الزبادي الطبيعي، وكمان الملفوف او الكرنب والقرنبيط. الحاجات دي غنية جدا بالبروبيوتيك، نحاول نركز عليها في اكل اطفالنا، الى جانب طبعا الخضروات والفاكهة الطازجة والعصائر الفريش زي ما قلنا، والحاجات كمان الغنية بالالياف ضروري نديها جدا لطفلنا. اهمها طبعا الحبوب الكاملة والقمح والشوفان، دي الحاجات دي مهمة جدا في فترة تعب الطفل. يبقى قلنا مشروبات دافية، قلنا الراحة رقم 1، قلنا مشروبات دافية، قلنا أكلات صحية. رقم 4 كمان الطفل نديله توعية كده أو نخليه نقول له يا حبيبي حاول تلبس الكمامة وانت نازل الصبح، مثلا لو مضطر تنزل المدرسة البس الكمامة بتاعتك علشان ما تتعديش من أي طفل تعبان حواليك، وكمان علشان ما تتعرضش لتيار الهواء الساقع بتاع الصبح بدري، ده بيتعب جدا الأطفال وبيأثر على الأغشية المخاطية بتاعة الأنف بتاعهم، وبيأثر على صدرهم جامد جدا. فضروري ارتداء الكمامة. أهم نقطة في الموضوع إن الطفل التعبان يقعد في بيته، ما ينزلش المدرسة ولا ينزل الحضانة ولا ينزل في أي تجمعات، لأن هو أولا الدور بيزيد عليه نتيجة الإرهاق والتعب والنزول والتحرك الكتير، ثانيا هو نفسه بيكون مصدر للعدوى لكل زمايله. احنا دلوقتي بنشوف خطورة الموضوع ده والدور ده في انتشاره بيجي منين؟ طفل واحد بس تعبان يدخل الفصل يعدي الفصل كله. وطبعا احنا زي ما احنا عارفين سلوكياتنا مش 100 مش احسن حاجة، فالاطفال بتلقط العدوى بسرعة جدا نتيجة ضعف مناعتهم. مين اكتر اطفال معرضين او مين اكتر فئة معرضة للاصابة بالفيروسات بصفة عامة او الفيروس المنتشر تحديدا الايام دي؟ الفئات العمرية اللي بنسميها كده الاكستريم ايجز، او اللي هم ايه الاطفال الصغيرين قوي او الناس الكبيرة قوي اللي فوق 60 او 70 سنة، دول بيبقوا اكتر عرضة للاصابة بالعدوى. كمان الاطفال اللي عندهم حساسية صدر او حساسية انف، دول برضو بيبقوا الكورونا او الفيروسات بتحبهم قوي، بيلقطوا العدوى بسرعة جدا. كمان الناس اللي عندهم امراض مزمنة او اللي عندهم امراض نقص المناعة المختلفة، دول برضو بنخاف عليهم. من طرق الوقاية المهمة جدا في الدور ده
ان احنا نحاول ندي تطعيم الانفلونزا الموسمية زي ما قلنا قبل كده ونصحنا بيه كتير. التطعيم مفيش منه اي ضرر، دي كلها اشاعات اللي بتطلع عليه ده، مفيش منه اي اثار جانبية ولا حاجة، بالعكس بيدي مناعة ضد مثلا نقول نسبة 80% من الفيروسات او العدوى الخاصة بالانفلونزا الموسمية. بنديه للاطفال من عمر 6 شهور، مفيش منه اي مشاكل ولا قلق. في السنة الأولى بندي جرعتين ما بينهم شهر، بعد كده كل سنة بتاخد مرة واحدة مع بداية دخول فصل الشتاء. برضو من الحاجات المهمة هي أكياس الوقاية اللي بنسميها أكياس البرونكوفاكسوم، دي بنديها برضو لمدة 10 أيام من كل شهر لمدة 3 شهور متتالية. بتدي برضو مناعة كويسة جدا وبتحمي الأطفال ضد النزلات الشعبية والأمراض الصدرية المنتشرة. تنويه هام بس كده في الآخر، بنقول بالرغم من انتهاء أو إعلان منظمة الصحة لانتهاء جائحة كورونا، الجائحة معناها إن المرض منتشر بصورة كبيرة. هي الجائحة دي فعلا انتهت، بدليل إن احنا ملاحظين إن ما عادش في حالات لا قدر الله بتتوفى أو في حالات كتير بتتحجز في مستشفيات نتيجة الكورونا. الموضوع ده ما عدناش بنشوفه، ولكن الكورونا موجود بأعراض أقل خطورة من اللي كانت موجودة قبل كده. هو موجود ولكن مش موجود في جائحة يعني صورة انتشار، ومش موجود في صورة أعراض شديدة زي اللي كنا بنشوفها قبل كده. خلوا بالكم الإجراءات الوقائية اللي كنا بنعملها أيام كورونا نرجع لها تاني، ما فيش منها أي حاجة معضلة، يعني مجرد بس إن احنا بنلبس كمامة، ونحاول برضو نوعي أطفالنا ما يلمسوش الأسطح، لأن الفيروس ممكن بيعيش لفترات طويلة جدا على الأسطح. احنا بنبقى شايفين ان الأسطح ناشف مفيش أي حاجة مثلا مخاط أو سعال أو حاجة مبلولة موجودة، ولكن الفيروس بيبقى عايش حتى على الأسطح لفترات طويلة جدا. نحاول نخلي أطفالنا ونوعيهم ما يلمس أي حاجة كده، وطول ما هو ماشي بيقعد يحط إيده على عربية مليانة تراب، على سور سلم، على الأرضيات، على مكتب، على ترابيزة، على الديسك بتاعه. نحاول نخليه ما يقعدش يلمس كتير الأسطح دي، لأنها بتبقى مصدر للعدوى. نركز كمان على شرب المية كتير جدا لأطفالنا، نحاول نديهم أقل حاجة خالص من 6 ل8 كوبايات مية في اليوم. واحنا برضو في فصل الشتاء ممكن ندفي المية برضو شوية، عشان في أطفال ممكن سنانها توجعها لو المية باردة شوية. ندفي لهم المية ونشربهم مية، لأنها طبعا بتنقي الكلى، بتزود الإمداد الدموي اللي رايح للمخ، بتزود تركيز الطفل، بتزود الإمداد الدموي اللي رايح للقلب، لأنها بتنشط الدورة الدموية، بتنشط كمان الكلى، وبتعمل على التخلص من السموم اللي موجودة في الجسم. احنا خدنا النهاردة روشتة خفيفة كده وبسيطة عن طريقة التعامل الصحيحة مع العدوى أو الفيروس المنتشر الأيام دي، وإزاي نحمي أطفالنا منها. يا رب تكونوا استفدتوا معايا النهاردة بالفيديو، وأشوفكم في موضوع جديد إن شاء الله.